نبيل، صباح الخير. شو شايفتك مبكر اليوم؟ مو قال لمعلم لازم اجي بكير؟ شو رأيك بفنجان قهوة من تحت ايدي؟ مثل ما بدك نشربها. يلا لروح سويها. يا عيب الشوم منك، والله نسيت ما في عنا سكر. ما انا بالاساس بشربها بدون سكر، ساده. ايوه، والقهوة كمان خالصة. حنان شو في؟ صدقني ما في شي. قل لك نبيل، شو رأيك نروح عند أبو الخير ونشرب القهوة هنيك؟ يلا. في شي؟ صدقني ما في شي. في شي؟ مين هو؟ رجال مسكين كان نايم امبارح برات المعمل. بتقومي تنيميه جوات المعمل؟ عم بقول لحالي ليش صايره لطيفه مع اليوم؟ حرام والله شفقت عليه. هذا غلط. نبيل الله يرضى عليك لا تقول لأبو سامي بس هالمرة. لا تعيديها، ابو سامي ما بيهون عليه. لا يا سيدي، ما راح افتح لها باب تاني. يا استاذ، بنتها صغيره عم تتضايق. لك يا اخي شو انت بدك تحكي لي قصه حياتها هلا؟ منيح اللي عم نشغلها ومسكنينها، تحمد ربها يا اخي. شو عم تعمل؟ اهلين معلم. شو عم تعمل عندك بالمكنه؟ عم صلحها. انا طلبت منك هيك شيء؟ ابدا معلم، بس في الراسور جواني قلت لحالي يعني. شو حلو والله، كل واحد بيشتغل على كيفه وانا اخر من يعلم. ابدا معلم، ما كان قصدي. اخي لا بقى تقرب على هالمكنه، مفهوم؟ إيه بس انا بعرف صلحها. وانا ما بدي تارك العمال يسرحوا ويمرحوا على كيفهم وحضرتك بلشان بحكي فاضي. انا وحكي فاضي معلم. المكنه اذا تصلحت رح نعمل شيء مهم. لك يا اخي انا صاحب المكنه وصاحب هالمعمل وعم اقول لك ما بدي، مفهوم؟ امرك معلم. حنان لوين؟ لجوا. انت شغلك برا. بعدين انا 100 مره بنبه عليكي انه الدخان هون ممنوع. لك انت واحد اجداب. لك هلكني شوكات. قلت لك المكنه مليحه ما فيها شيء، لو ما انا لعبت فيها ما كانت فرطت. لك اجدب و60 اجداب. يا بني ادم، ما كان لازم تشغل المكنه قدام ابو سامي؟ كيف بقى؟ روح بالليل. وحنان؟ ظبطها. شو ظبطها؟ هي ما عم تزبط. لك يا بني ادم، ما بدي اياك تظبطها مشان تتجوزها، ظبطها مشان تسمح لك تفوت على المعمل بالسر. ما بتقبل. لك هي ما عم تنيم واحد بالمعمل مدري مين هو، هددها شباك. شفتها؟ اقسم بالله هي اول مره بتزبط معك. نبيل،
البول. انا نبيل. افتحي. شو بدك بهالليل؟ لك افتحي، عاوزك بشغله. لا يا حنان، حامله سكين كمان؟ يعني ما حلوه انه بنت مثل حكايتك تضربيني تقتليني؟ ايه فلت هيك؟ بدي يصير اشتغل بالليل، تصطفل. واللي منيمتيه جوا شو اعمل فيه؟ اذا ما عجبه بيروح. انا ما حكيت لحدا انك عم تنيميه هون، ايه؟ وانت لا تحكي لحدا اني بدي اشتغل بالليل. ايه لا، ما حذرت. معناتها رح اقول لابو سامي. انا بقول له. لك انت مو ملاحظه انه ابو سامي صاير عصبي وما عم بيساعد حدا بنوم؟ يصطفل. واذا خطر له يقلعك من هون، لوين بدك تروحي؟ بلاد الله واسعة. مع الطفلين؟ شو بدك؟ حنان، بدي كمل شغل المرحوم ابو شابر. شو؟ اذا زبطت معي رح اخذ التصميم بيعه واعطيك النص. ليش؟ حقك، هذا الشغل بدل المرحوم وانا عم كمله. واذا حس عليك ابو سامي؟ ما رح يحس. شو قلتي؟ اصطفل، ساوي اللي بدك اياه، بس ما بدي اشوف وشك ولا بقى ادق عليه. مثل ما بدك. قبلتي؟ روح اشتغل. حاضر. حنان، ما عم تلاحظي قديش انا ظريف معي؟ ما عم لاحظ شي. لك شو صار معها؟ علي حلال انت فيلم. الساعة 7 الصبح بتسألني شو صار معك؟ امبارح بعد ما طلعت انا وياك شفت واحد مشان المكنه مقتنع فيها كثير. بسمتك. مثل ما عمل لك. والرجال قال لي جاهز انه يشتري التصميم، بس بالاول بده يشوف التجربه بعينه. لك المكنة مو ظابطة. بعرف، مشان هيك جيت لعندك بكيت. حنان قبلت. شفت؟ ما قلت لك رح تقبل. المهم المطلوب منك هلا انك تشتغل بسرعه. كيف لك جوكات؟ طول نهار بالشغل، لما يجي الليل بكون ابدا على اخر رمق. قل له لابو سامي انك رح تتاخر الصبح. ايه. لسه اول امبارح عم بيقول لي بدك تجي قبل العمال بنص ساعة. انا صرت مسؤول عن الدوام يا شوكات. يا بني ادم قل له انت الصبح ما فينك تجي، رح تتاخر. يعني من بعد الظهر بتتم تشتغل لطلوع الضوء. على الحال المعمل بيفضى، ما في حدا غيرك، بتشتغل براحتك ولا مين شاف ولا مين دري، وبتنجز بسرعه. نبيل، انا ما عم بفهم طلبك، شو بدك؟ معلم، انا بشرف على العمال وبشتغل بالصيانة بنفس الوقت. ايوه، وهذا شو دخله كله بجيتك متاخر؟ معلم ابو سامي، انا اذا اجيت الظهر بشوف الشغل كيف ماشي وبتفضل الصيانة على رواق. ايه شو عليه؟ انت هيك شايف اريح لك؟ اي نعم. خلص، فيك تبلش من بكره الصبح. ليش بكره الصبح؟ هلا خير البر عاجله. لك ليكك جاي بكير، خلص بلش بكره الصبح. معلم. الله معك نبيل. حاضر. امور معلم. الله يرضى عليك هشام، بكره الصبح بتجيب سياره شحن وبتخلي كم عامل من جوا يروح له معك الآلة القديمه وبتبيعها خردة. قصدك المكنه القديمه؟ نفسها هي. نلتقي بكره الصبح هون بنحملها. مشي.
تفضل عمو. عم بعذبك معي. بالعكس يا عمو، عمقت روحا فيك. انت شو قصتك؟ شو مقعدك هالقعدة لحالي؟ قصة طويلة يا عمو. زوجي مات هون بالمعمل، وصاحب المعمل شغلني. كتر خيره. شو بدك بقصتي هلأ؟ انت شو قصتك؟ وين أهلك؟ يا بنتي لو بعرف وينه ما كنت شفتيني بهالحالة. ايه كول عمو كول. أنا انحبست 35 سنة. لا تخافي، ما سرقت ولا قتلت. اتورطت مع عصابة. عصابة؟ ايه، عصابة. تورطت معها، وبعد كم يوم هوب ضبوا فينا الأمن. فتت على السجن وهن انعدموا كله. اوف، ليش ما حكموك إعدام انت كمان؟ كأنه القاضي اقتنع انه انا متورط، فراح حكمني مؤبد. طيب وليش ما حكمك براءة ما دام ما دخلك؟ دخلني بدون ما ادري. عمو، هلا انت هربان من السجن؟ لا، مو هربان، وهي وراء اطلاق سراحي. طب وعيلتك عمو؟ بعد ما صارت هالقصة هي كأنهم انعاروا، يعني صاروا يخجلوا. هلا ضاعت أراضيهم كله وما عاد أعرف أي أثر له. ايه بس انت بريء. أشوف فائدة هالبراءة بعد كل هالسنين. إيه أنا بدون ما أعمل أي شيء بقى يعني بدون أهل. كل اللي عملته إني تجوزت يلي بحبه. مادام قلتي مات، ليش ما بترجعي لعند أهلك؟ لا يا عمو لا، ما رح أرجع لهم وأنا بهالحالة. بعدين أكيد ما رح يستقبلوني. خلص اعتبروني ميتة. والله منيح اللي إلك ناس يديروا بالهم عليك، أما أنا لا يا عمو لا، وأنت صار في مين يدير باله عليك. كول عمو كول بالهنا. خير شو في؟ لا ما في شيء، بس جايين ناخذ مكنه من المعمل. يعني بدكم تفوتوا على المعمل؟ ايه، ايش في شيء؟ شو هذا؟ مين انت؟ أنا فوتته لهون. شو يعني فوتي لهون؟ حرام، رجال مسكين ومريض وما عنده حدا. لك شو انا فاتح معه عاجزه هون؟ لا بس قلت لحالي حرام ينام برا على الطريق. لما بكون هذا المعمل معملك تتصرف فيه على كيفك، بس مو معملي انا. شو يعني رح ياكل لك المعمل؟ كمان؟ كل هذا الدخان؟ خلص أنا بنظف. واذا احترق المعمل باللي فيه، شو رح تفيديني حضرتك بالجربان تبعك هاد؟ لك حنان، معك كم يوم لتطلعي من هالمعمل نهائيا، عم تفهمي علي؟ وليش خلال يومين؟ هلا بضب اغراضي وبطلع. لا لك رح تحرق لي المعمل يا اخي. اي ينحرق معملك باللي فيه، منيح هيك؟ انا هذا الشيء ما بيمشي معي ابدا. الله على الظالم. مع السلامه. ليك هشام، بتعطيها حساب وتقلي عن هون نهائيا. اليوم معلم؟ ايه امتى ما بدها. عمو استنى لا تروح، بنروح سوا بس لا ضب اغراضي. ايه حنان، ليش هيك حكيتي معه؟ لانه ما بيخاف الله. لا حنان، مو لهالدرجه، هو خايف على المعمل وخايف عليكي كمان. اي خاف على حاله احسن له. حنان كرمالي لا تروحي،
خليكي اليوم بس وبكره بنلاقي حل. إيه بس هذا بيبقى معي. منو هاد؟ مين ما كان يكون أنا المسؤولة عنه. طيب ماشي خلاص، خليه عندك بالبيت. ما بقدر، بدي روح. لا عمو ما في تروح. بكفي اللي صار بسببي. معلش عمو، هذا صاحب المعمل قلبه أسود، معلش. ما رح اقدر ابقى، بدي روح. خلصنا عمي خلصنا، خلاص روح هلا وارجع بالليل مثل العاده. طيب عمو بس وعدني إنك رح ترجع. بوعدك، بس احسن لك بلا رجعتي. لا يا عمو مو أحسن لي. خلص خلص، مثل ما بدك. إيه شو هو قاعد على قلبه؟ منو هاد؟ قرايبك؟ واحد مسكين ماله حدا، وأنا كان ممكن صير مثله. بس انت ابو سامي ما تركك. شايفه شلون قلبه لله؟ إيه بس هلأ ما عاد طايقني، وصار مستثقل قعدتي. حرام عليكي، من الصبح اجاه تليفون من حمص قالوا له انه ابنك مريض، يمكن مشان هيك خلاقه ضيقان شوي. لا لا تروحي لمحل، تعي عدي عنا، بعدين ما حدا دخلوا فيكي. لا رح روح، رح ارجع لعند اهلي حتى لو بدهم يذبحوني، اهون لي من هالعيشه. حنان حرام عليكي من شان الولاد. معلش حنان، طولي بالك، قومي روحي هلا وفوتي انت وابو الخير لعنده. ما بفوت لعنده. قصري الشر، انت الخسرانه. شو بدي اقول له؟ ما بعرف، قولي له ايه، قولي له انك انت حكيتي كل هالحكي مو بقصدك. اساسا هو من بعد ما حكي معكم وقال لكم انه بده اياني ومدري شو صار معه، صار لئيم كثير. الله يعين العالم. انا ما رح فوت لعنده ولا رح اعتذر. مثل ما بدك، بس انا بدي احكي مع ابو الخير يحاكي من شانك. حاجة توصل العالم والناس. ليك عمي بتروح على بيتي مثل طير الطاير، بتقول لها لأمجابي تجي على المعمل فورا، إلا كلمي عمك أبو الخير عاوزك ضروري. أوام يلا يلا. صباح الخيرات. شو شايف شمستك عالية؟ اتفقت مع ابو سامي على دوام جديد. شو وين مكانك؟ وأنا تفاجأت مثلك لما جيت الصبح مباعد. مين بعد؟ صاحبها. لعنة. معلم اسف ما لحقت عليك اليوم. اي مو مشكله، حطه بالصندوق لبكره. امرك. السلام عليكم. اهلين اهلين نبيل افندي، طمني ان شاء الله شبعت نوم. شو عم تشتغل فينا معلم؟ مقبولة منك. معلم وين المكنة الخربانة؟ بح بعتها. شو بعتها هي؟ ايه بعتها هيك، مالي وانا حر فيه. بس أنا كنت بدي أصلحها. ايه يا سيدي، وانا قلت لحالي هالمكنه الكركوبه ما عاد بدي اياها بوشي. مرحبا. ام جابر فيك تضل مثل ما انت. كيف يعني؟ يعني فيك تضلي بالبيت وبالشغل، بس بشرط هذا الختيار ما عاد تفوتي له هون على المعمل نهائيا، وبتبطلي لي هذا السم الهاري الدخان. ما بقدر. دخني برات المعمل. ما بقدر ما فوته للختيار، انا وعدته دير بالي عليه. ايه ان شاء الله لما بصير في عندك بيت ملك لإلك ديري بالك عليه. بدي ارجع على بيتي القديم. ومن لك المصاري؟ من شغلي. ان شاء الله بتفكري حالك انت عم تشتغلي. يا خانم انت هون هيك قاعده حسنه، صدقه لوجه الله تعالى. شو يعني؟ يعني فيك تضلي مثل ما انت، بس بتبطلي الدخان وبتمنعي هذا الختيار يفوت لهون. ما رح يمشي الحال هيك.
أنا رح أترك كل شيء. تصطف ليه؟ هشام أعطيه حسابها. الله خلينا اياك معلم، لمين بعت المكنه؟ ليش؟ بدي اياها. ومن لك حقها؟ يا سيدي بدبر حالي. يا سيدي لا تواخذنا، فرطناها بعينها خردة. أنا طالع يومين لحمص، ديروا بالكم على الشغل. شو القصه؟ ما عاد ابقى هون ولا دقيقة. شو الحكي؟ وين بدك تروحي؟ أرض الله واسعة. حنان فيك تبقي هون لبين ما تدبري حالك وعلى مسؤوليتي. اسمع هشام، يا ريت تقنعها انه ما تيبس راسها وتضلها هون. ما عم تقبل معلم، ما عم تقبل. بس انا قلت لها تبقى هون لبين ما تدبر حالها بس. ماشي الحال. هشام انا مسافر لحمص وراح ابقى هنيك يومين. دير بالك بغيابي. بأمرك معلم، وسلامة صغيري ان شاء الله. الله يسلمك. شو حنان؟ ردي علي. لا. شو يعني؟ يعني لا، مو قبلانة. بعدين ليش لا أربط حالي بواحد مثلك؟ ليش شو بني انا؟ يا أخي ما بكشي، بس أنا مو قبلانة. لانه ما معي مصاري، ما هيك؟ إيه، بعدين ليش لا أرمي حالي من المر للقمر؟ واذا صار معي مصاري؟ أو من وين بده يصير معك مصاري بالله؟ لك من تصميم المكنه ما حكينا لك؟ إليكو باع على المكنة. بعرف، بس التصميم عندي. أخي، لبين ما يصير معك مصاري ولبين ما تصير بني آدم بنحكي. أنا هلأ ما رح أبقى. بلا جنان حنان، وين بدك تروحي انت وولادك؟ دبر حالي. ام جابر، خير شو صار معك؟ ما صار شيء يا أبو الخير، خلص رح أترك. ابو الخير، النعم. طيب روحي لعنا على البيت ارتاحي ونشوف شو بنقدر نعمل. جابر، لا تروحي قبل ما يشوفك ابو سامي. إيه ما رح يتغير شيء. معلش، المهم ولازم تروحي. المعلم هيك طلب مشان الاستلام والتسليم. تسليم شو؟ إيه كله هالبيت أكيد ما رح أحمله معي يعني. أنا جابر لا تحسبيه هيك، انت استني وما عليكي. شو هشام افندي؟ صحيح فكيتوا المكنه بعتوها قطع؟ صحيح. لا تروحي ولا تجي. بعدين ابو سامي ما عم يتصدق عليكي. نسيتي انه جوزك مات عنده بالشغل؟ يعني ابو سامي هو المسؤول، ولو اشتكيتي عليه كانوا خربوا له بيته. يا أم الخير، ما عاد في فايدة من هالحكي. أبو سامي ضايج كتير وما عاد عم يفهم وبس بده يضايقني. بصراحة هو خجلان منك. ايه لا تستغربي، هو بالبداية طلبك للجواز، بعدين غير رأيه. يعني بصراحة طلع ماله قد كلمته، وبده يعمل أي شيء لحتى يغطي خيبته. معقول؟ معقول كلامك كتير، بس بقوم بزيد الظلم علي. المهم اسمعي مني وبقي هون. ما رح أقدر أحط عيني بعينه بعد اللي صار. إذا هو ماله رجال وماله قد كلمته، أنا قد كلمتي وما رح أبقى. بس الله يرضى عليك يا أم الخير، بدي منك شغلة واحدة. خلي لي هالولاد عندك لبين ما أروح كم مشوار. أكيد إلا ما لاقي لي شي شغلة أو شي قرني عيشهم فيها بدون ما حدا يتحكم فيه. ولو يا حنان بعيوني. ما بدي منك شيء غير تخبيني عندك بس. نبيل، أنا بعمل كل شيء إلا هالشغلة. بدي يدبر لي قرني اتخبى فيها. بس هيك بصير شريكك. شو عليه؟ قبلها؟ بس أنا مالي قبلها، أساسا مالي موافق على هذا الموضوع من أساسه. شوكات، شفتهم بعيني. هشام عم بيحطهم بالخزنة أكثر من 2 مليون ليرة مع عدد دولارات.
نبيل بصراحة أنا مالي ثقة فيك. لك وين بدي اروح بالمصاري؟ خبيني عندك. لك يا بني آدم شو عم تحكي؟ أنت مجنون. أول ما حيدوروا عليك عندي. خلاص، شو ما كان انا راح اتصرف. شو قصدك؟ ابو سامي الليله بحمص، وانا بعرف كيف فوت على مكتبه. بلا بس مو حضرتك عم تقول إنه الخزنة حديد؟ بخلعها وبخلع ابوها. لك يا بني آدم بركي حسوا عليه. لك مين بده يحس علي؟ انت بتعرف انه المعمل بقرني فاضي، ما في الدومري بالليل. حبيبي شو نسيت حنان؟ ما قلت لك تركت الشغل؟ والله عن جد. يا مسكين يعني طارت من ايدك خلاص. ما طارت، انا بعمل كل شيء مشانها. لك شفت شلون اني ما بثق فيك؟ ليش؟ لك يا بني ادم حدا بيوقع حاله ب100 مصيبه مشان وحده مرة؟ يا شوكات بحبها، ومو مشانها بس. هي فرصتي لأب على وش الدنيا وما راح ضوعها. بس ما بتقدر تتخبى هون ومعك هيك مبلغ. شو لك؟ لازم تطلع على بيروت بالليل ولا مين شاف ولا مين دري. والمصاري؟ المصاري بدك تهربهم معك. شلون بدي اهربهم؟ بركي انت مشت. حط المصاري بين الاواعي ما بتنكمش. بلبنان شو بدي اساوي؟ لعند مين بدي اروح؟ عندي، راح ابعتك عند ابن عمي جودات. وهذا شو اللي صار؟ طلع عنده زايدة. وين ولا؟ نايم، بس الحمد لله عملنا له العملية ونجحت. الحمد لله الحمد لله. وينك لهلا؟ لبين ما خلص شغلي. ولو يا أبو سامي، شغلك أهم من ابنك؟ كان في كم شغله ضروريه لبين ما خلصتهم. المهم هو بخير هلا؟ الحمد لله. مرحبا اختي. أهلين. ام جابر هون؟ لا والله راحت من العصر. وما قالت لك امتى حترجع؟ ما قالت. خير. لا ما في شيء، بس بدي اياها ضروري. اذا اجت الله يخليك خليها تستناني، انا حرجع. شو في؟ ما في شيء، كله خير. شو؟ ارجع نبيل؟ ما بيام من الظهر. معقول يكون بطل مرة تانية؟ إيه ما بيعملها. ليش شو صاير؟ يمكن زعلان على المكنة اللي بعناها الصبح. اها، وانا كل فكري زعلان على ام جابر. لا اطمن، ام جابر ما راح تروح. ابو سامي حكى معي وقال لي خليها تبقى. هيك قال لا؟ معلش روح طمنها. معلش. وما قال شو بده؟ كل خير. خير شو يعني؟ أنا مالي ما طمنت له لهالنبي. شو بده يكون بده يعني؟ دخيلك. ما بعرف، يمكن بده يساعدني بس أنا ما بدي مساعدته. أم الخير الله يخليكي، إذا إجا هلا لا تقولي له إني هون. يا حنان، إذا كان قصده شريف مو أحسن لك من هالشنطة؟ كم مرة بدي ضل عم أقول لك أنا ما بحبه، ما برتاح له، ما بدي إياه. إيه خلص لا تعصبي. لا تواخذيني، مو قصدي. اهلين ام جابر، منيح اللي لقيتك. خير. من بعد ما رحتي هشام قال لي انه ابو سامي طلب منه انه يراضيكي وما يخليكي تتركي المعمل. شو بده يلعب فيني يعني؟ طولي بالك يا ام جابر، هو كان مزعوج لانه كان ابنه مريض ومو دريان بحاله شو عم يحكي وشو عم يتصرف. إيه ولو كان، أنا ما عاد أقدر أبقى. ليش بقى؟ خلص يا أبو الخير، قلبي نقزني من كل هالقرنة، ما عم بقدر. قلبي عم يعصني كل ما عم فوت على المعمل. يا حنان قلت لك اسكني هون. كتر خيرك، بس رح أترك ليلى عندكم الليلة. من عيوني، وحطي جابر كمان. لا بدي اروح مع امي. لك تقبر قلب امك، ليش انا بقدر ضل بلاك وبلا اختك. الله يخليكم لبعض. تغديتوا؟ من الظهر تغدينا. إيه انا من الصبح ماني اكل.
دقيقة لحط لك. رح ساعدك. يلا. ما خليت قرني ما دورتها. يا سيدي إلك كل فصل أنت بدوخ، دخلك لأولادها، شو بدك تقول لها يعني؟ بدي اياها ما تترك محلها لحتى انت تتصل فيها وتوصل لها حق، حتى تعرف قديش انا بحبها. ما شاء الله عليك يا رومي وعصفر، ما بدك كل هالشيء، اكتب لها شقفة وراه وحط لها اياها بباب بيتها، خلصنا. والله مزبوط. طب شو بدي اكتب لها؟ أكيد مو قصيدة غرام وحب وغزال، اكتب لها كلمتين ورد غطاها. مشي. يا حبيب قلبي هالسامي، شو انبسط لما صحي وشافك قدامه. الحمد لله. الحمد لله. الله يحرمنا منك وخليكي في وراسنا يا اختي. لك ولو يا اخي. بس قلي شو صار معك انت وحنان؟ والله ما بعرف شو بدي لك يا اختي. يعني انا خجلت منها وبدل ما داري خجلي منها صرت اتفشش فيها. واليوم اتخانقنا. لا وقلعتها من الشغل كمان. لا لا يا ابو سامي، حرام عليك، ما بصير هيك. لك يا اختي ما بعرف، ما ادري شو صاير لهالمرأة، صاير وقحة ولسانها طويل. يا ابو سامي، الست مجروحة، انت بعد ما طلبتها ورجعت غيرت رأيك، جاي هلا تتفشش فيها، حرام عليك، ما بصير. لك انا ندمان، بس ما بعرف يعني ما عم بقدر امسك حالي لما بشوفها. ايه بس كل شيء الا انك تقلعها. لا تنسى انه هي وحده مسكينه وعم بتربي ايتام، ولا تنسى انه زوجها انقتل بمعملك، يعني انت بيرضيك هيك؟ ما بعتقد انه هي اخلاقنا ولا تربيتنا. مو انت اللي ما قبلتي فيها؟ يعني ما قبلتها زوجة لإلك شيء وانك تقلعها من الشغل شيء ثاني. استغفر الله العظيم. الله يلعن الشيطان يا اختي. وهلا شو صار فيها؟ بكره الصبح رح تضب اغراضها وتمشي. لا يا ابو سامي، ما بصير تعمل هيك، حرام عليك، وما بصير تتركها تترك الشغل. ما عادت تقبل. انا تقت العيار عليها وزودتها شوي. ولو كان بدك تعتذر منها وقوم هلا روح على الشام. هلا؟ ايه هلا اخي. يعني سامي واطمنت عليه والحمد لله. قوم روح اخي، والله تقضي حياتك كلها وانت ندمان. خلص اختي خلص، خليها لبكره الصبح، الصباح رباح. ايه لا هلا، بدك تروح هلا وتلحقها قبل ما تمشي. قوم الله يرضى عليك. طيب مثل ما بدك. انا فايت اطمن على سامي بعدين امشي. تعرف لك هشام؟ رو سبقني في شغله بدي اخلصها وبرجع. ايه مو مشكلة بستناك. انا بدي اشوف حنان الا كلمتين وبرجع. طيب وينك؟ الا دير بالي على المعمل منيح وما تروح بكره الصبح لاجي، مشي؟ مشي. حنان ما لقيتها. وين بدها تكون؟ اكيد ببيت ابو الخير. يلا سيدي معلش، احسن ما تبقى لحالها. الله يوفقك يا ام الخير. اذا نبيل لا تقولي له اني هون، ما بدي اشوفه. حاضر. مساء الخير. حنان عندكم؟ ما شفناها. ابو الخير هون؟ نايم، اجى تعبان، اكل ونام. طيب سلمي لي عليه بخاطركم. راح. بس بتعرفي كأني هالليلة باردة. يا حرام، قلت له للختيار يجي وهذا وقته. وين بدك تروحي هلا؟ الليلة في قرصة برد وهو متعود على هالجو، بلا ما تطلعي. ما بقدر، لازم روح فوته على المعمل. أنا بروح بشوفه. لا والله لا، أنا رح روح ورح نام هنيك، من شان شوف هشام الصبح، مو هيك طلب؟ ماما بدي اروح معك. لا ماما حبيبي، أنت خليك هون.
خالتي خليك عنا، وين بدك تروح؟ لا بدي اروح مع امي. خلص يلا بخاطركم، يلا ماما. تفضل عمو. منيح يلي جيت. بوعدك. عمو انت ارتاح لبين ما اسوي لك شغله تاكلها. لا اكلت، واحد اشترى لي سندويشه ومشي الحال، بس بدي نام. طيب تصبح على خير. في بكير؟ لا عمو على راحتك، تصبح على خير. ماما رح اسوي لك سندويشه مشان تاكلها وتنام. ايه؟ ايه. خذ ماما كل. شو هاي الورق؟ لقيتها هون. ايه خذ. حنان لا تروحي لمحل، بعد كم يوم رح يجي رفيق شوكت وهو رح يدلك على مكاني. حقك رح يرجع لك ورح تعرفي مين أنا وشو أنت بالنسبة لي. نبيل الصاحب. شو ماما؟ مو جايلي نوم. طيب احكي لك حكايه؟ ايه ماما. رح احكي لك حكايه الشاطر حسن. كان يا مكان في الشاطر حسن، قديش عمره؟ شاب مثلك مثله. كان الشاطر حسن ساكن مع امه واخته الصغيره في بيت حلو كتير بس صغير كتير. قام في يوم من الأيام إجا الغدر. مين الغدر ماما؟ الغدر يا ماما وحش كبير كتير وبيخوف كتير. راح لعنده الشاطر حسن وسأله، قال له شو بدك منا؟ شو بدك مني ومن عيلتي؟ قام سكت ما جاوب الغدر. بتعرف ليش يا ماما؟ لأنه الغدر بيعرف إنه الشاطر حسن شاطر دغري كتير. وفي يوم من الأيام تخبى الغدر للشاطر حسن واستناه لما راح على الشغل. راح على بيته هد البيت كله ونزله على الأرض. رجع المسكين الشاطر حسن على البيت ما لقى. قعد يفكر
مين بده يساوي فيي هيك؟ فكر هيك وقال ما في غير الغدر. الغدر بده يخرب علي بيتي، بده يسكنني أنا وأمي وأختي الصغيرة بالشارع. فكر فكر فكر، بعدين قال لحاله أحسن شيء اتخبى للغدر بقرني، لأنه الغدر جبان بيخاف مني كتير. راح يا ماما واستنى الغدر بقرني، ولما شاف الغدر خاف منه. سأله الشاطر حسن وقال له ليش سويت فيي هيك أنا وعيلتي؟ اسمع، إذا بشوفك مرة تانية قدام البيت يا ويلك يا سواد ليلك، اصحك تقرب علي وعلى عيلتي، اصحك ها. وفعلا يا ماما راح الغدر وما عاد شافوا الشاطر حسن أبدا، وعاش الشاطر حسن هو وأمه وأخته، عاشوا سعيدين كتير وعمروا بيتهم من أول وجديد، وما عاد سمحوا لا للغدر ولا غيره يقرب عليهم وعلى البيت.
لازم احرق المعمل، لازم اخذ حنان معي. أكيد حنان هي اللي خبرت أبو سامي. ألو أطفية، يعطيك العافية. عم بحكيك من معمل أبو سامي لتهنات على طريق درعا، بعد مفرق دير علي بالضبط. يا أخ في حريقة بالمعمل وأنا ومعلم محاصرين. الله يخليك عجلوا شوي. أنا اسمي نبيل الصاحب. نبيل الصاحب. ليك يا أخ أنا شاكك بوحدة مرة، يمكن هي تكون الفاعلة ويمكن هربت قبل شوي. الله معك. يا رب يدخلنا يا سيف، يا رب تلطف يا رب، يا رب دخيلك يا رب، يا رب يدخلوها. حنان هي وابنها جوا. في عنا معلومات انه وحده حرقت المعمل وهربت. حنان مستحيل تعمل هيك. مين حنان؟ بكره الصبح الساعة 8 بتكون عندي بالمركز. يا عماد خذ عنوانه ورقم تليفونه. لوين؟ على طريقك. لا ولا شو هاد يا ابو الخير؟ مصيبة يا هشام، مصيبة. مين حضرتك؟ أنا هشام محاسب المصنع. تحمل يا ماما، تحمل شوي. تعبت كتير يا ماما، خلينا نرجع على البيت. يا حبيبي ما عاد عنا بيت.
ما قادرة أمشي يا ماما. معلش حبيبي، معلش. نزلوا شباب. صدقوني أنا ما عملت شيء. مصدقينك يا بنتي، مصدقينك. بس يعني بدك تضلك هيك هربانة؟ طيب شو أعمل؟ هلا الشرطة عم تدور عليكي، وإلا ما يوصلوا يسألوا عنك هون، ونحن ما بنقدر نخبيكي عنهم. أنتم مو مصدقيني؟ لا، هذا عهد للرب، نحن ما بنخبي عنا حدا هربان من العدالة. بس أنا ما عملت شيء، ما عملت شيء. نحن مصدقينك، مصدقينك، بس طالما أنت مو عاملة شيء، ليش حتى تخبي؟ الحق إلا ما يظهر بالنهاية. يعني سلمي حالك للشرطة واحكي لهم كل شيء. وهلأ يا بنتي قومي ارتاحي ونامي، والصباح رباح. قومي. سيدي لقينا جثتين متفحمين،
وحدة عرفنا من خلال البلاغ والثبوتيات أنها بتعود لصاحب المعمل المدعو عماد خباز. نعم سيدي، وتبين أنه مقتول قبل ما ينحرق ومسروق مصاري من الصندوق. نعم سيدي. والثانية سيدي من كتر مو متفحمة ما في أي شيء بدل عليها. بس بعتقد نعم سيدي أن لنبيل الصاحب هذا اللي خبرنا عن الحريق وقال أنه محاصر بالنار هو صاحب المعمل. نعم سيدي، والشبهة حاليا محصورة بوحدة اسمها حنان. طبعا سيدي، من امبارح بالليل سيرت دوريات للبحث عنها والقاء القبض عليها. طبعا سيدي. حاضر سيدي، حاضر. احترامي. نعم سيدي. دخلي لي الناطرين برا وابعث لي احمد فورا. حاضر سيدي. تعرف هالمفاتيح لمين؟ هدول مفاتيح نبيل سيدي. نبيل الصاحب؟ هو بذاته سيدي. شو يا سيدي هشام؟ مزبوط سيدي، هن بذاتهم. معناتها الجثة الثانية فعلا لنبيل الصاحب. بتعرفوا انه هو اللي خبرنا على الحريق؟ مسكين، الله يرحمه. بيجوز تكون جثة الختيار سيدي. الختيار ما عاد اجا، من وقت ما قلعوا ابو سامي الله يرحمه ما عاد اجا على المعمل. احكوا معي، مين هذا الختيار اللي عم تحكوا عنه؟ سيدي هذا واحد متشرد كانت تنيمه وحنان بالمعمل من ورانا، وتخانقت مع ابو سامي الله يرحمه مشانه وهددت بحرق المصنع. عظيم. مزبوط الحكي يا ابو الخير؟ سيدي انا ما كنت موجود. كيف ما كنت موجود؟ سيدي انا ما كنت موجود لما انحكى هالحكي، ولا بعمري سمعتها حكيت هالحكي هذا. سيدي ابو سامي الله يرحمه قال لي بينحرق المعمل، قالت له بينحرق. شو رايك بهاللي عم تسمعه يا ابو الخير؟ سيدي انا لا شفت شيء ولا سمعت شيء، واللي حكيت لك يا كله تمام سيدي. طيب روحوا الله معكم. احترامي سيدي. لازم نلاقي اللي اسمها حنان. لك يا ظالم، مو حرام عليك تبقي هالمرة المسكينة؟ انا ماني ظالم، انا قلت اللي سمعته. بعدين نبيل قبل ما ينحرق قال له شاف وحده هربانه، طب مين في غيرها بالمعمل؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. شو بدك تساوي بحالك انت؟ ما بعرف، ما بعرف. مرحبا. أهلين فؤاد. الشرطة مملية الطريق، هلا عم يسألوا عن وحدة. لوين؟ بدي اروح اخذ بنتي وامشي. عم بقول لك الشرطة معبية الدنيا. طب شو اعمل بحالي؟ الصبر، مالك إلا الصبر يا بنتي. لا تكون هي. أنا أقنعتها تسلم حالها. إيه بس هلا الشرطة رح تيجي تسأل عنها هون. رح تخلي الولد هون، هي أكيد بريئة ورح ترجع لعنا بعد كم يوم، وعلى قولها تاركة بنتها عند الجيران. روح جيب لها إياها. لا اصحك، بعدين بتلحق الشرطة لهون ونبين كأنه نحن اللي سلمناها. مسكينة فعلا. بس مين ممكن يعمل هيك عملة ما بعرف. معقولة يكون قضاء وقدر؟ ما بعرف، بس هي عم تقول إنه سمعت الشرطة عم بيحكوا إنه في جريمة قتل صارت قبل الحريق وجريمة سرقة كمان. إلا ما تكون شاكة بحدا، رح أسألها. لا فؤاد، هلا ما تسألها، خليها ترتاح هلا وبعدين نسألها على رواق.
طيب واذا اجت الشرطه؟ ما راح افتح الباب. روح هلا على شغلك. حاضر. بس بالاخير يا بنتي لازم تسلمي حالك. قطعت برزقنا، لك يقطع عمرها من بين النسوان. حرام عليك، يحرم جلدها عن عظمها. مو معقول حنان تعمل كل هالشي. مو معقول؟ طيب وينها؟ ليش لا تهرب ما دام ما لها علاقه بكل العمايل السوداء هي؟ ما بقدر اقول لك شيء، نحن شو رح يصير فينا؟ ما قلت لك انقطع رزقنا؟ اهله لابسامي ما بينوا. اخته بحمص لمدريه رح تجيها جلطه، وابنه سامي المسكين كان بلا ام صار بلا ام وبلا اب. ابو الخير، اعملي حسابك تطلع معي على حمص مشان الجنازه. ما بدي اروح لمحل، الله يرحمه. شو يعني نبيل؟ بعتني لعندك شوكت. شوكت؟ مين هذا شوكت؟ مو حضرتك شوكت المحمود؟ ايه بعتني لعندك شوكت ابن عمك. اهلا وسهلا، امور؟ بركي بتقدر تساعدني. معك مصاري؟ يعني شو يعني هاي؟ معك ولا ما معك مثل كل المصايب اللي بعت لي اياهم هذا شوكت افندي؟ معي. فوت فوت وسكر الباب وراك. فوتوا هون. تقدر تساعدني؟ بشو؟ بدي سافر. ولوين؟ لوين ما كان، بدي اركب الطيارة وبعد. حبيبي المطار مسكر. شو يعني؟ هلا انت شو بدك مني؟ قلت لك بدي سافر. انا شو دخلني بهالقصة؟ بعتني شوكت ابن عمك. شوكت ما بعت لي للمصايب. لو ما تأخر سفر الباخرة لبكرة الصبح ما كنت تصبحت بوشك اليوم. يعني ما رح تساعدني؟ لشوف شو رح اقدر اعمل. بس المشكلة انه ما في وقت لظبط لك السفرة. إيه انا اللي هو انا صار لي شهر عجز لروح على مصر بالباخرة. سافر معك. يا حبيبي عم اقول لك صار لي شهر حاجز ما بقي محلات. شو يعني؟ كل اللي بقدر بعمل لك اياه هلا انك تستنى هون بالبيت لبين ما اسافر وارجع، وبدك تدفع اجرة القعدة هون سلف شهرين. شو شهرين ما شهرين؟ بدك تغيب شهرين؟ حبيبي شو لك عندي شقفة أرض بمصر بدي أروح بيعها. لا يا جودات، شهرين؟ هلا بدك تدبرني رأسا قبل ما تسافر. روق لشوف شو بقدر بعمل لك. بشو سارح ابو الخير؟ بشو بدي اسرح يعني؟ من وقت ما كنت صغير وانا عم شوف بنومي ماسك رجلي وعم بضرب حالي فيها. والله كنت مرضي لامي وابي، لا اعتراض على حكم الله. شلون بدي لاقي شغل وانا بهالحاله هي؟ احسن شي نحمل ضرب طريقنا وناخذ اغراضنا ونهج على الضيعه. ايه شو بدنا نعمل بالضيعه؟ في قطعة هالارض الله بيعيننا عليها. الله بيعيننا. بعد كم يوم ننقل ومنكون عرفنا اخبار المسكينه ام جابر. شو بدنا فيها؟ بعدين الشرطه عم بتدور عليها بلا ما تورطنا بشي قصه معها. حرام، اكيد هي ما دخلها باللي صار. الخزنه مسروقه. معقول الختيار هو يلي؟ اصلا الختيار ما اجى بهديك الليله، هي تحججت فيه من شان تروح، حتى جابر كانت بدها تتركه عنا. هلا شو بدك؟ بقيان معنا شوي من راتبك، يا دوب يكفونا لننقل اغراضنا على الضيعه. والصغيره بنت ام جابر شو بها؟ بناخدها معنا؟ ايه نحن يا دوب مدبرين حالنا ببناتنا، لسه بدنا نحمل همها؟ شو يعني؟ لا تخاف،
انا بدبرها. لوين اخذ البنت؟ خلي عينك على جهة المعمل، بلكي اجى حدا من قرايبين ابو سامي او هشام، خذ منهم قرشين يساعدونا. ما قلتي لي لوين اخذ البنت؟ لعند اللي بيقدروا يديروا بالهم عليها اكثر منا. شو هاد؟ يخرب بيتك يا نبيل، شو هاد؟ شو عم تسوي هون؟ أنا رفيق واحد كان يشتغل هون. شو اللي صاير؟ وحدة قتلت صاحب المعمل وسرقت الخزنة وحرقت المعمل ومات عامل اسمه نبيل. نبيل مات؟ اتفحمت جثته بالحريق. ومين هاي المجرمة؟ وحدة كانت تشتغل هون اسمها حنان، تعرفها شي؟ لا، ما بعرفها ولا بعمري شفتها. الله يرحمك يا نبيل، كان رفيق. شو؟ عم قول الله يرحمه. العمر لك، بس إذا عرفت أي معلومات عن المدعوة حنان العبد الله لازم تخبرنا فوراً. إيه أكيد، أكيد طبعاً. بدك تاكل؟ مثل ما بدك. بس قل لي بالاول شو صار معك؟ لك انت قلت لي انه في معك فلوس. نطلك نط على السوق جبنا شي ناكله. بطني عم يفرك علي فرك من الصبح. هلا صار شي من شاني؟ عمي انا ما بعرف بحكي وانا جوعان. انا شو بيعرفني ببلد اروح اجيب لك اكل؟ بسيطة هي. انا بجيب، بس انت بيض الفال. هات فلوس.
قديش بدك؟ ذوبهم يكفوا. اسمها ليلى وهذا السنسال إلها لحطه هون بالأضبارة تبعها. بجوز يكون الطريقة الوحيدة لحتى حدا يتعرف عليها. الله يحميها شو هادي. اعملي بطاقة والزقيها على أواعيها واكتبي عليها اسم ليلى عبد الله. حاضر. رح كمل أضبارتها مشان نسجلها بالوزارة والنفوس. اسم الله حولها. شو؟ وين رحتي بالبنات؟ خلص حطيتها بقرنة كتير منيحة، مو هي يتيمة؟ في مين يدير باله على اليتامى؟ المهم انت شو صار معك؟ بين حدا من اصحاب المعمل؟ شفت هشام وقال لي ضاع كل شيء بالمعمل، ونحن مو مسجلين بالتأمينات، ما رح يطلع لنا شيء. ايه خلص معناها بكره من الصبح بنمشي على الضيعة. نمشي، بس لو اعرف شو صار بهالمسكينة. شو بدنا فيها؟ اصلا لو فيها خير كانت سألت علينا بعد ما سرقت كل هالمصاري. ترك لي ورقة تحت الباب. بس مات بالحريق. ما بفهم. وين الورقة؟ جعلكتها وكبيتها، ما حسيت انها مهمة. طيب لنفترض انه هو اللي حرق، ليش ما هرب؟ لاني كنت مدقرة الباب من برا. مهما كان نحن اليوم ما فتحنا للشرطة، بس بكرة ما عاد نقدر نخبي. معكن حق، أنا رح سلم حالي. ومن شان جابر لا تخافي. وليلى؟ ليلى أنا بكرة إن شاء الله رح أروح أجيب لك إياها، وإن شاء الله بتثبت براءتك بترجعي لأولادك. أكلت؟ عم بستناك. أبشر، لقيت لك مين يوصلك على قبرص. وينه جواز سفرك؟ ما معي جواز سفر، معي هوية. هوية؟ ما بيمشي الحال. جودات بدفع له، وإذا بده الهوية ياخذها. هربان من شيء؟ بدي غير حياتي لك جودات. من شو هربان؟ من حالي، ماني طايق هالعيشة. شو قلت؟ بيمشي الحال، بس مو أقل من 2000. 2000 شو؟ 2000 دولار. بده يزبط لك جواز سفر ويوصلك على قبرص. مو كتير 2000 دولار، مو كتير أبدا. مشي. هات. بدي روح معك لعنده. لا حبيبي، روح لحالك. جودات لحالي ما بعرف. ولا رح تعرف. هات مصاري وورشين فوق منهم لحتى نجيب مشروب. انا وياك رح نسافر بكره، بدنا نعمل لنا شي توديعه. بكره باخدك معي على المينا. قوم نملك شوي.
بكره عنا سفر. مو جايني نوم. لك شلون بده يجيني نوم ونحن ضوعنا بنتها لحنان؟ لا تخاف ما ضاعت. بعدين انا حطيت شقفه ورقه بسنسالة اسمها ليلى عبد الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. خير في شيء؟ مو قادرة اني نام. إذا بدك شيء لا تستحي. بصراحة بدي سيجارة. نحن هون ما بندخن، بس دقيقة رح شوف لك فؤاد يمكن يكون معه. حبيبي من لك هالمصاري؟ ما دخلك؟ لك شلون ما دخلني؟
صباح الخير. صباح النور. شو بالظاهر ما نمتوا؟ الحقيقة أبونا ما نمنا وباكيت الدخان خلص. حنان رح تسلمي حالك يا بنتي بدون ما تكرهينا. بالعكس أنا بشكركم كتير، وفضلكم هاد ما رح أنساه بحياتي. الفضل فضل الرب. صباح الخير. صباح الخيرات سيادة الملازم، تفضل. لا شكرا ما في داعي، بس امبارح عناصر الدورية دقوا عليكم مرتين وما حدا رد، شغل بالنا عليكم. طمن ما فينا شيء، بس خير ليش دقيتوا علينا؟ في وحدة هربانة وعم ندور عليها، قلت لحالي بركي يمكن هي عندكم. بتعرفوا الأستاذ فؤاد؟ تشرفنا، صباح الخير، أهلا وسهلا. أهلين. إيه أبونا؟ كأنه في بتمك حكي. المرة مظلومة. يعني هي عندكم؟ عنا، بس أنا متأكد إنه مظلومة وصادقة. يا أبونا، نحن ما بنعتمد إلا على الأدلة والحقائق، والأدلة اللي عنا بتقول إنه هي اللي قتلت وسرقت وحرقت كمان. استنى، المرة اجت لعنا بالليل ما معها غير ابنها الصغير، يعني لو معها شيء كنا شفناه، معناتها مو سارقة. لو سمحت يا أبونا، هذا الشيء بقرر التحقيق، لا أنا ولا أنت، فإذا بتريد خلينا ناخذها. طيب، تفضل تفضل. أنت حنان اللي كنت عايشة بالمعمل؟ أنا بس أنا ما دخلني. وأنا كمان ما دخلني. حسب المعطيات اللي عندي لازم أقبض عليكي. تفضلي معي. لا تخافي، الله بيحميك. لا تخافي يا بنتي، لا تخافي. وجابر؟ جابر رح يتم عنا، بكره رح تطلعي براءة ورح تيجي تاخدي. عنا أمل له يا بنتي، طمني. ماما حبيبي خليك هون، أنا ما رح طول. بركي طولتي. لا تخاف حبيبي، ما رح تطول. أبونا الله يخليك لا تنسى بنتي ليلى. اطمني، رح اروح جيبها مطرح ما دليتيني.